اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل وصباح الجمال وصباح الروقان. ازيكم حبايب قلبي احلى متابعين في مطبخ دودو جلال؟ وحشتوني كتير قد الدنيا كلها. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ النهارده يا بنات هنعمل حاجات لذيذه كده وايه وطعمه. شايفين الجمال؟ حاجه اخر دلع واخر روقان. وما تنسوش اللايك، احلى لايك في مطبخ دودو. واتمنى تكتبوا لي كومنت جميل كده يا بنات يشجعني ويخلينا ان شاء الله نقدم لكم احلى وصفات واحلى حاجات باذن الرحمن. هتعملي لنا ايه النهارده يا دودو؟ هنعمل فراخ مشويه. انا رحت جبت فرختين زي ما انتم شايفين كده. جبت وزن يعني عباره عن كيلو وربع. ما بحبش ازود عن كده في المشوي بالذات، عشان تبقى طريه ولذيذه وتستوي معاكي بسرعه. زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي، انا نضفت الفراخ كويس وكنت نقعاها في ميه وملح وخل وليمون، وكانت 10/10 وشطفتها فحلوه لعند ما الميه بتاعتها ما عادش فيها دم خالص. هنقطعها بقى تقطيعه الشوي زي ما انتم شايفين. نسمي الله كده ونبتدي مع بعض. انا اول حاجه هقطع الايه. انا على فكره كنت تايهه والله يا بنات، الاول بتتقطع مني يعني كمان انا قبل كده كنت مقطعه فراخ من ورا عشان ان انا اعملها في شوربه كده وخضار. بس جيت المره دي قلت لا، افتكر ده عشان بتعمل من الناحيه دي يعني. فمفيش مشكله، كلنا بننسى، بس افتكرنا بسرعه الحمد لله. وعملتها زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي كده، بفتحها كويس جدا وتتكي عليها كده لعند ايه ما العظم كله تلاقيه تقطع تحت ايدك، بحيث ان ايه تبقى كلها واقفه زي ما انت شايفه. وهنعمل التانية بتاعتنا برضو اهي ما شاء الله. الاوزان الصغيره دي بتبقى جميله والله في الشوي يا بنات، جربوها بتستوي معاكي بيبقى طعمها حلو وطريه كده ولذيذه. شايفين التكه بتاعت العضميه وبتتك كده بتطلع فيها تكه كده؟ التكه ديت معناها ان العضميه بتريح بقى، بدل ما هي واقفه يعني الحيله كده لا بتريح وبتتفرد معاكي، عشان لما نحطها في الشوايه تتفرد معانا بسهوله. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي ما شاء الله تبارك الرحمن. جميله وقلبها زي الفل ومنضفاها وخليها مية مية. نعمل بقى التتبيله بتاعتنا، والتتبيله بتبقى سهله جدا جدا جدا. انا ما بحبش فيها اي افتكاسات خالص. طبعا انا بحط زي ما انتم شايفين بصل وطماطم وفلفل، قرن حراق وقرن بارد. ولو عندك طبعا زبادي بيكون 10/10، ما عندكيش مفيش مشكله. هو انا ما عنديش وقلت مفيش مشكله ان كده كده الفراخ بتاعتي صغيره فمش محتاجه الزبادي يعني. انا طبعا هنا غيرت السكينه اللي بتستخدميها في الفراخ مش تستخدميها في الخضار الا ما تتغسل كويس، عشان يعني الميكروبات اللي بتبقى في اي لحوم اسماك طيور الحاجات، كل الحاجات ديت بيبقى فيها ميكروبات كده بتيجي في الخضار فبتبقى مضره. فناخد بالنا من النقطه دي عشان سلامتنا وصحتنا وصحه ولادنا باذن الله. وما تنسوش اللايك يا حلوين، حط اللايك اللي وصلت معانا عندي هنا بالله عليك يا بنات ارجعوا حط اللايك، لاني بلاقي التعليقات والمشاهدات اكتر من اللايكات. والله ما تخسري حاجه وحياة ربنا، يعني صباعك مش هيوجعك، بل بالعكس ربنا هيبارك لك ان شاء الله. حط اللايك عشان ربنا يصلح حالنا جميعا احنا واياكم يا رب امه محمد. يبقى الفيديو حلو وشغالين عليه وكويس الحمد لله. فيعني اقل يعني جزاء ان انت تشاهدي معايا كويس للاخر وتحط اللايك. وربنا يبارك لنا يا رب احنا وانتم. وانتوا طبعا احلى عيله واحلى متابعين في الدنيا كلها. هنا انا قطعت الحاجات بتاعتي كلها، كل الخضار بتاعي والفلفل الحراق، وهنحط قرن بارد كمان. والبهارات بتاعتي البهارات المعتاده بقى، فلفل اسود، الكمون، الملح، شويه حاجات مثلا لو عندك بهارات كفته، عندك بهارات اي بهارات موجوده عندك في البيت، السبع بهارات الحاجات دي بتحطيها بالذات في التتبيله بتاعه الشوي. كل الحاجات دي الفراخ بتاخد طعمها بتطلع معاكي جميله جدا في الشوي. وجنزبيل وقرفه، انا بحب احط برضو الحاجات دي كلها، كل الحاجات دي بتطعم معاكي اللحمه بتاعه الفراخ وتخليها جميله جدا. على فكره في مقطع اللي هو بتاع الفلفل الاسود والكمون مش عارفه باين وقع مني ولا الكاميرا كانت فصلت. حطيت هنا فلفل اسود وكمون وملح وجنزبيل وقرفه وكركم، وكنت حاطه ورق لورا برضو في الخلطه كده بيديها طعم حلو. هقطع بقى الفرخيه بتاعتي. احنا كده كده فراخنا صغيره ومش هتاخد معانا وقت، هتلاقيها استوت بسرعه وهتلاقيها ان شاء الله طلعت معاكي طعمه وجميله وزي الفل. يوم الشوي ده بيبقى يوم جميل جدا. تلاقينا كلنا قاعدين بقى مستنيين الفراخ المشويه كده تطلع، طبعا لازم ايه اشرف اللي يجي يعمل لنا الفراخ هو اللي يشوي، هو اللي يولع الحطب ويجهز. ان كان في فحم برضه هو اللي بيعمل، ما فيش بنولع حطب من عندنا طبعا، انتوا شايفين يعني ما شاء الله الحطب حوالينا كتير والريف فيه حاجات كل حاجه حلوه متوفره. حتى احنا عملنا ما جبناش اللهم صل على النبي فحم. عملنا من حطب في البيت وكوالح بتاعتنا في البيت اللي احنا كنا جايبين فيها الذره اصلا من الارض، وبعينها انا بحطها في شكاير كده وعينها لا ايه باجي اشوي، باجي اعمل اي حاجه على النار بنعمل بيها.
زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. بنتبل كده الفرخه بتاعتنا، ونحط الايه التتبيله، نخلي خليط التتبيله كده يخش جوه الايه اللحم بتاعها ويتوغل جواها كده، عشان اللحم بتاعنا يشرب منه، عشان كله ايه ياخد ويدي كده مع بعض، وياخد ويدي بشكل ودي. وما تنسوش اللايك يا احلى عيله واحلى اخوات. كده احنا جاي خلاص، التتبيله بتاعتنا ما شاء الله بقت جاهزه، والفراخ بقت 10 نحطها بقى في التلاجة في التتبيله دي يعني 3 4 ساعات. انا طبعا حطيتها مده كويسه على ما ايه جهزنا المحشي بتاعنا. هنعمل معاهم شويه محشي فلفل مع محشي كرنب. انا كنت جايبه الكرنبه بتاعتي ومقطعاها وحطها في الفريزر عشان ما تصفرش وتدبل معايا. بحب اجهزها واقوم حطها في الفريزر، مفيش مشكله، وقت ما بحتاجها بطلعها على طول. طبعا الكرنب بالشتا لا يعلى عليها، بقى بيبقى طري وجميل ومسكر كده وايه حاجه 10 10. هنحط كميه طماطم محترمه، ان المحشي بيحب الطماطم، وبصلايه كبيره زي ما انتم شايفين، ونبدا نسمي الله ونبتدي مع بعض. انا اخر مره عملت فيها محشي عاملاه ني في ني، المره دي هنقلي. احنا بنرتاح في اللي يكون فيه تقليه اكتر، تحسي فيه طعم التسبيكه اكتر كده ويبقى طعمه حلو. الطماطم متسبكه والبصله متحمره، وهو كل واحد على حسب براحته على حسب ذوقه. في كام طريقه للمحشي، مفيش اي مشكله خالص، الطريقه اللي تعجبك اعملي بيها. الطماطم اليومين دول جميله جدا وزي التفاح، ورخيص يعني كيلو ب5 جنيه، مش غالي. وبصلايه ما شاء الله كبيره. نقطع بقى البصل بتاعنا واحده واحده يا بنات. ما تنسوش اللايك يا حلوين، احلى لايك لاختكم بالله عليكم، وكومنت حلو جميل زيكم كده. خلط البصلايه، انا بحب تخليط البصل جدا، ما باخدش معايا ثواني، والحمد لله ما بدمعش منه. مع ان في ناس مجرد ما بتخش المطبخ بتدمع وهي على باب المطبخ، لا انا ما شاء الله يعني الحمد لله. ما بدمعش خالص من البصل. بحس ان انا خدت انا والبصل على بعض كده، بين اصحاب. ننزل بقى كمية زيت محترمة طبعا، عشان المحشي بيحب دايما يكون في المواد الدهنية بتاعته تكون كتير. ده اللي جايبنا ورا، احنا نعمل محشي وناكل ونتخن، وربنا يعدها على خير. والشتا بقى، الشتا ما ادراك ما الشتا يحب المحشي، يحب الاكلات السخنة الجميلة دي. يحب بقى كوباية السحلب بالليل كده وانتي قاعدة. طبعا ما شاء الله السحلب بيتخن برضه. طول ما انتي قاعدة كده عمالة تفنني تعملي ايه. الناس بتقول احنا نخس في الشتاء، بس والله يا جماعة يعني الشتاء مشكلته مشكلة ان احنا ما بنعرفش اصلا نخس فيه، لان احنا بناكل كتير في الشتاء. بالذات الناس اللي قاعدة زي حالاتي كده ما شاء الله، لا شغل ولا مشغلة، بنطبخ وناكل. فلا لا، احنا المفروض نهتم بصحتنا شوية. ومفروض يعني هنعمل محشي، بس نعمل، بس ما ناكلش كتير، هناكل ايه يعني 70 3 كده، عشان برضو ربنا يستر. هنا طبعا السمنة الزايدة دي مشكلة جدا، وربنا يعافينا ويعفو عنا، بتجيب بلاوي. يعني بالذات الستات لما بيتخانقوا بصراحة بتبقى مشكلة جامدة، تأثر على الرجلين، وتأثر على القلب وعلى الكبد وعلى كل حاجة. فربنا يعافينا ويعفو عنا يا رب، نحافظ على صحتنا. هنعمل محشي وهنعمل غيره، بس مش لازم نعمل كميات كبيرة، ومش لازم نقعد ناكل يعني ونديها يعني، نقعد على حلة المحشي، لا هنجيب طبق صغير كده وناكل، وربنا يسترها وربنا يعيننا. هنا انا عملت التسبيكة بتاعتي، شايفينها محمرة زي الفل. وغسلنا طبعا الرز بتاعنا، انا بحب ادي الرز مع التسبيكة ايه لفة على النار كده، طعم المحشي بيخلي طعمه حلو. وننزل بقى عليه كمان بايه دودو، بالخضار بتاعنا بقى، وبصلايه نيه، بحب احط البصل الني انا معاها جميل جدا. وبحب اكتر توم، لان المحشي بيحب التوم والتوم بيحب المحشي، هما اتنين بيحبوا في بعض واحنا قاعدين ناكل. اللفه دي حلوه جدا يا بنات، والله جربوها بتعجبني. بحس ان طعم المحشي مختلف عن المحشي اللي بلفه بعيد عن النار. لما تلف الرز كده مع ليا كده على النار بيبقى جميل. هنا البصلايه كبيره اهي، ومعلقه كبيره توم زي ما انتم شايفين، انا بحب التوم جدا على المحشي. ونزلت البصلايه مخرطاها برضو، والخضار بتاعنا بقى. طبعا الشتا كله خضار، وما شاء الله الخضار جميل ومنعنع وحلو. ده شبت وبقدونس وكزبره، بحب احط كلهم على على المحشي، بيخلي ريحه المحشي جميله. والخضار كله فوائد طبعا، والشتا ما احلى الخضار في الشتا. زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي. احنا بقى رحنا نعمل المحشي بتاعنا، وهنا ابو بسمله جه وقعد يعمل لي ايه في الفرخه بقى، ولع علينا الكوالح زي ما احنا شايفين. الكوالح دي اللي هي بتاعه الذره، لو انتوا مش عارفين، في ناس طبعا تبقى مش عارفه دي ايه.
دي بتبقى الكوز اللي بيبقى فيه الذره. احنا بنفرفط الذره مثلا بناكل الطيور، وبنعمل الكوالح دي بنستخدمها في الحاجات اللي زي كده. اولع، على فكره احنا بنولع كمان بنتدفى، ممكن اولع لو في البرد جامد. لا بحب اولع احسن من الدفاية. نولع ولع زي كده ونحطها بقى في الاوضه ونعمل براد الشاي كده واحنا قاعدين بقى ونمزج بقى. يا سلام لو في فشار بقى، نجيب فشار ونعمل كمان على الشاليه كده واحنا قاعدين، نعمل فشار ونعمل حاجات علينا، نعمل شغل عائلي. انا بعشق الشتاء يا جماعه، انا واحده بيتوتيه، بحب البيت وبحب الشتاء وبحب القعده، واجيب البطانيه والشاليه قدامي ونعمل شاي ونشرب ونقعد قدام التلفزيون. يا سيدي يا سيدي على الجمال والدلع. عندي اللحظه دي بالدنيا كلها وما فيها. وهنا كمان ما شاء الله خلصنا بقى، عملنا محشي، وعملنا محشي كرنب ومحشي فلفل، وعملنا الفراخ. طبعا انا خدت كل الحوايج والجنحان والرجلين والكبد والقوانص والحاجات دي، وعملت شويه شوربه للولاد. الشوربه طبعا بالدفء هم بيحبوها، طلعت ما شاء الله شوربه دسمه زي ما انتم شايفين. وعملنا احلى شويه فراخ، عسل عسل عسل. ما تنسوش اللايك يا حبايب قلبي، واشوف وشكم على خير يا رب. باي باي.